ده هو ساتو، طالب ثانويه وحيد وكحيان وزهقان من العيشه اللي هو عايشها ديت. بيقول ياه لو اخلص من الحياه الروتينيه ديت، ياه لو العالم ده ينتهي واتنقل لعالم تاني. انا عايز بس اي اكشن في حياتي علشان اخلص من الحياه الروتينيه ديت. ولكن بيقطع عن حديثه مع نفسه ومناجاتها صوت هطول المطر، فعلى طول بيروح للمكتبه علشان ياخد الشمسيه بتاعته ويروح للبيت. ولكن وقتها بيفتكر انه ما جاش بالشمسيه من الاساس. بيقول هو المنحوس هيفضل طول عمره منحوس يعني ولا ايه؟ ادينا هنفضل مستنيين المطر لما يوقف. بيفضل واقف مستني المطر يخف، وفي وقتها بيدخل عليه اشهر اتنين في المدرسه، البنت اللي اسمها انوكيا والولد ده اللي اسمه ريو. بيقولوا له انت ايه اللي جايبك هنا يا عم؟ الناس كلها مشيت وانت فاضل هنا لوحدك ليه؟ الواد بيحكي لهم مشكلته، بيقول لهم انا ما معيش شمسيه علشان كده ما عرفتش اروح، فهفضل مستني هنا لحد ما المطر يخف وبعدين هتكل على الله. وساتو بيصعب عليها وعلشان كده بيكون معاها شمسيه اضافيه وبتديها له وبتقول له يلا يا عم تعالى معانا نروح سوا. وفعلا هما الثلاثه بيخرجوا من المدرسه مع بعض، بيفضلوا يتناولوا اطراف الحديث. والواد كان مستغرب جدا، بيقول ازاي اشهر اتنين في المدرسه بيتكلموا معايا باحترام او كده؟ هما ازاي طلبه مشهورين وناجحين في كل حاجه في حياتهم وكمان طيبين وبيتعاملوا معايا باحترام؟ انا بجد نفسي اعيش الحياه اللي هم عايشينها. ولكن فجاه اثناء ما كانوا ماشيين العيال بتقف فجاه. الواد ريو بيقول لهم انا سامع صوت اجراس في ودني عالي جدا. انوكيا هي كمان كانت سامعه نفس الاجراس. بيقفوا جنب بعض مش عارفين ايه اللي بيحصل. وساتو بيقول لهم اصوات اجراسي بس انا مش سامع اي حاجه. بيقرب منهم وهناك كانت الصدمه. على طول دايره سحريه بتتفاعل من تحتهم وهوب بيختفوا من المكان بالكامل. يا حلاوه، اهو اللي انت كنت عايزه يا عم وساتو اتحقق قدامك اهو. ده شكلها هتبقى خرابه باين. بيفتحوا عينهم من تاني وفجاه بيلاقوا نفسهم في قصر ملكي مليان بالجنود وقدامهم ملك الدوله. الله، هو احنا فين بالظبط؟ ريو على طول بيسال وبيقول لهم احنا فين؟ احنا ازاي جينا لهنا بدون اي مقدمات؟ الملك بيحاول يهديهم وبيقول لهم ارتاحوا الاول وبعدين هعرفكم كل حاجه. ولكن العيال بتتعصب عليه، احنا لا عايزين نريح ولا يحزنون، احنا عايزين نعرف كل حاجه بالتفصيل. ودلوقتي الملك وقتها بيوضح لهم، بيقول لهم انا وشعبي بنتعرض لهجوم من ملك الشياطين واعوانه. حاليا احنا منعناهم بسحرنا، ولكن الوضع ده مش هيدوم كتير، علشان كده احنا استدعيناكم هنا. انتم الابطال اللي هتنقذوا العالم بتاعنا. يا حلاوه، من طلاب كحيانين لابطال خارقين، دي حلاوت قوي. المهم ابطالنا بقى متناقضين وكل واحد فيهم براي مختلف. ريو شايف ان استدعائهم بدون اذن جريمه لا تغتفر. انوكيا بقى كانت فرحانه ولا هممها، اخيرا خلصت من المسؤوليات اللي كانت عليها والوضع اخر حلاوه. اوساتو بقى ما كانش فاهم ولا عارف اي حاجه، مش مستوعب اصلا اللي بيحصل وواقف وخلاص. بيتكلم وبيقول لهم احنا المختارين صح، انتوا اخترتونا من بين 7 مليار شخص على الكوكب، فاحنا اكيد قوتنا مش محدوده. ولكن ريو بتعصب وبيقول له استنى عندك يالا، احنا مش هنكمل العبط دوت، يلا رجعونا لبيوتنا دلوقتي. الملك قال له استنى عندك يا حبيبي، دخول الحمام مش زي خروجه، لازم تحققوا اللي انتوا جيتوا هنا علشانه وتهزموا ملك الشياطين الاول. فالواد اتعصب تاني. ساتو وقتها بيحاول يهديه وبيقول له عقل يا صاحبي، بص حواليك كده هتلاقي المكان كله مليان حراس، اذا انت اتكلمت او عملت اي حاجه ما عجبتهمش ولا هنروح ولا يعملوا لنا اي حاجه، دي اسهل حاجه بالنسبه لهم يقتلونا ولكن حاجه حصلت، فعل كده وخليها تعدي على خير. الملك وقتها بيكمل كلامه وقال لهم في الفتره الاخيره اللي انتوا فيها هنا هنكون بندور على طريقه نرجعكم بيها لعالمكم من تاني، ولكن ما تقلقوش الوقت هنا مختلف عن العالم الحقيقي، فمهما قعدتم شهور او سنين اهلكم مش هيلاحظوا اي حاجه. وايوه صحيح، انتم الثلاثه سمعتوا صوت اجراس قبل ما تيجوا صح؟ 3 مين؟ ده ساتو اصلا ما سمعش اي حاجه. بيقول له يا عم انا دخلت معاهم بالصدفه ولكن ما كنتش سامع اي حاجه. وفي وقتها بيعرفوا ان ساتو دخل معاهم في الدائره السحريه بالغلط مش اكتر. المهم ما بيدوش الموضوع اهميه وبعدها بياخدوهم للبلوره السحريه علشان يعرفوا طاقه كل واحد فيهم. انوكيا متحمسه جامد على عكس الشباب اللي مش فاهمين اي حاجه. جاهزين يا ابطال؟ جاهزين يا فندم. يلا يا انوكيا ابداي. البنت بتحط ايديها بتشوف قوتها وبتكتشف امتلاكها لسحر الرعد النادر، السحر الاقوى من حيث الهجمات والمرتدات، والبنت كانت في قمه السعاده. يلا يا ريو ده دورك. وفعلا بيحط ايده وبيتفاجأ بامتلاكه لسحر النور، وده سحر بيقدر يدمر ويقتل الشياطين بسهوله، وكمان ده سحر قادر على صنع الاسلحه من العدم. بقى انت زعلان ان انت جيت للعالم ده؟ بس افتح لي بوابه انا وكل متابعيني وهتلاقينا عندكم بنحارب ما تقلقوش. هو في جمدان اكتر من كده ولا ايه؟ المهم بعدها بيجي دور ساتو. الواد بيتقدم ولما بيحط ايده البلوره بتتوهج باللون الاخضر. المساعده اتصدمت اول ما شافته، بتقول لهم خبوه بسرعه، الواد ده لازم ينعزل في بيت لوحده، لازم محدش يعرف السحر اللي بيمتلكه. محدش فاهم حاجه. بعدها بياخدوهم لبره وبتيجي قائده الجيوش روز، بتعرف انواع السحر اللي عندهم ولكن مش بيرضوا يقولوا لها على السحر اللي بيمتلكه ساتو، وبيقولوا لها
ده جاي غلط من الاساس، روحي شوفي شغلك يلا. وقبل ما تمشي ساتو بيقول لهم هو في ايه يا جدعان؟ سحري ده معناه ايه؟ هو اللون الاخضر ده لون وحش ولا ايه؟ روز اول ما بتسمع الكلمه بتتصدم وبتروح تاخده من وسط العيال وبيهربوا فورا. بتقول لهم الواد ده من هنا ورايح يلزمني، انا هخليه واحد من الجنود اللي عندي وهضربه بنفسي. بس هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هو مش المفروض ده بطل والمفروض يقتل الشياطين ولا ايه؟ بس ما علينا يعني. روز وقتها بتفسر اللون وبتقول له اللون الاخضر ده سحر العلاج، هيكون مفيد جدا في علاج المصابين وهيفيدنا في المعارك اللي احنا بنخوضها. واما بقى اللي بيسأل عن روز فروز دي مرعبه حرفيا، مربيه عندها وحوش بياكلوا زي القروش وبتدربهم اصعب التدريبات علشان لما يقابلوا الشياطين. والواد وقتها كان قاعد على اعصابه ومش فاهم اي حاجه وما كانش عارف بكره مخبيله ايه. المهم بيعدي الوقت وتاني يوم ساتو بيصحى من النوم وبيدخل عليه واحد وبيقول له ان في حد مستنيه بره وعاوز يشوفه. بيتكلم معاه وبيطلع يشوف مين وبيتضح ان هم ريو وانوكيا. بس بقول لك ايه، باين عليهم الفخامه والدلع على عكس ساتو المعفن اللي بيعرفوا انهم هيبداوا التدريبات حالا ودلوقتي. المهم بعدها بتدخل روز وبتقول له خلصت كلام يا عسل يلا بينا على التدريبات بقى. بس هو انت زعلان ليه؟ انت مش في سجن يا حبيبي يا فراء كده وتتعامل عادي. بتديله مذكره يكتب فيها ملاحظاته. اول تدريب بقى هو انك تقرا الكتاب ده. اللغه في الاول ما بتكونش مفهومه بس بعد استخدام سحر الترجمه بيعرف يقرا كل حاجه قدامه. الواد بعدها بيفضل يدرس ويتعلم عن الشياطين وايه انواع السحر اللي بتاثر عليها وايه هي اسهل الطرق علشان يعرف يقتلها. بيكمل قراءه في قراءه وتاني يوم روز بتبدا مع تدريباته البدنيه بتخليه يجري كتير جدا. طب ايه علاقه الكلام ده بالسحر؟ التمرينات دي مختلفه خالص عن اللي قراتها امبارح ولكن هتفهم كل حاجه قدام شويه. فاتت الايام فعلا والواد طالع عينه في التدريبات، بيفضل طالع على الجبل لحد ما رجليه بتوجعه، قوى ساقيه بتقر وخلاص الواد وقع على الارض وما عادش قادر يكمل. البنت وقتها بتسلم عليه كده وكل الوجع بيروح في ثواني. وفعلا بعدها فاتت الايام وساتو بدا يتنافس مع اشخاص تانية كلهم كانوا اقوى واسرع منه علشان بيتدربوا من فترات طويله. بيفضل على كده ايام عديده تدريبات مختلفه واغلبها بيكون شاق جدا. بعد 30 يوم بقى ريو وانوكيا بييجوا يطمنوا على ساتو، بيلاقوا بقى حد تاني تماما. الواد قوته زادت بشكل غير عادي وكمان ده بقى قوي جدا. الواد بقى قوي جدا وشايل حجره كبيره على ظهره والمعلمه روز فوقهم وبيلعب بيهم ضغط ولا همه. بيتبرد على روز وبيقول لها انت شكلك ما فطرتيش ولا ايه؟ انت خفيفه قوي كده ليه؟ وفي وقتها اتعصبت عليه وحدفته بحجاره تانيه. انوكيا بقى شافت ان ساتو بقى قوي جدا وعنده عضلات كبيره، شكلها بدات تحبه ولا ايه؟ المهم بعدها بيجي الملك وبيطلب من روز انها تسيب ساتو في حاله ترجعه لاهله علشان يفضل معاهم. قالت له استنى عندك يا عم، ارجع مين؟ ساتو ده اجدع محارب موجود حاليا. صادقه. ساتو ده اقوى من زمايله الابطال. صادقه. ساتو ده بيعرف يلخص احسن من هيركليز. لا في دي مش صادقه. واحسن لك بقى ما تتحطش معايا في مقارنه علشان جيش هيركليز خلاص هيوصلوني 300,000. هو انت مش شايف كده ولا ايه يا صديق؟ المهم ما علينا يعني. بعدها العيال بياخدوا ساتو وبيعرفوا على القائد اللي بيدربهم وبتكون معاهم بنت جديده كده، بنت ملك الدوله واسمها سيليا. ساتو بيحكي لهم عن الايام اللي قضاها هنا وبيقول لهم انا كنت في الاول مش طايق المكان باللي فيه ولكن مع الوقت اتعودت على التدريبات ديت وخلاص بقيت مبسوط معاهم. انوكيا بقى مش مركزه غير في عضلات الواد وبتقول له ايه الفورمه الجامده دي يا عم انت؟ الواد بيتكسف من كلامها ولكن بيقاطعهم ريو وبيودع ساتو. بيقول له قبل ما يمشي اكيد في سبب ورا ما جينا احنا الثلاثه يا صاحبي، انت اكيد ما جيتش معانا بالصدفه ولا حاجه. الواد بيقول له تمام. وبعدها ساتو بيكون خارج مع روز بيقول لها هو احنا رايحين على فين؟ قالت له احنا رايحين على الجبل، تعالى بس معايا وهتعرف كل حاجه. وفعلا بعدها بيوصلوا لحافه الجبل. روز بتقول له يلا انزل واصطاد لنا دببه وهاتها وتعالى. الواد كان خايف جدا وقال لها لا انا قرات عنها قبل كده وعرفت انها خطيره جدا. روز بتقول له هو انت ليك راي ولا ايه؟ انا خلقي ضيق يلا. وبوم طيرته من المكان بالكامل بتحدفه لبعيد خالص. والواد هو نازل كان بيدعي ان ربنا ينجيه من الوقعه على خير بس فجاه بيظهر دب عملاق وراه. ساتو على طول بيطلع يجري والدب وراك ومش هيسيبك. بس ساتو اسرع منه يا عمنا، بيستجمع شجاعته وبيقف علشان يتصدى له. ولكن انت متخيل انه هيعرف يعمل معاه حاجه؟ لا والله. بيجي 2 كمان وبيحاصروه من كل اتجاه كده. بقى الجري نص الجدعنه ولا اقول لك ده الجدعنه كلها. الواد بياخد ديله في اسنانه وينزل على طول الميه وبكده محدش هيعرف يوصل له. لا ناصح. بعدها بيخرج وبيقعد تحت شجره كده وبيبدا ياخد نفسه ويستريح شويه ويشوف هيعمل ايه في الورطه ديت. بيقول انا لازم بكره اصطاد الدببه وارجع في اسرع وقت ممكن علشان ما افضلش هنا كتير. وبالفعل ساتو كان في طريقه لعندهم بس وقتها بيلاقي ارنب شكله متصاب كده فبيستخدم سحره عليه وبيعالجه وبعدها بيمشي. ولكن وقتها الارنب حبه جدا ولزق فيه وما كانش راضي يسيبه. ساتو وقتها بيحاول يسيب الارنب ده هنا وبيقول له انا رايح اواجه حيوانات مفترسه
كده ممكن تتاكل فخليك احسن هنا، ولكن برضه الارنب معاك ومش هيسيبك. وفي وقتها ساتو بيستخدم الارنب علشان يعرف يحدد له مكان الدببه، وفعلا الارنب شاور بايديه على المكان، وفعلا على طول بيروح على المكان ده وبيلاقي الدب قاعد وسط اسرته ما بيرضاش يهجم عليه ولا حاجه وبيفضل سايبه مع عيلته. بعدها بيروح يشرب من البحر وبيلاقي الارنب برضه وراه، شكل كده الارنب اتعلق بيه جامد. المهم بيعدي الوقت وبالليل ساتو بطنه بتوجعه جامد، ما هو برضه محدش قالك يشرب من ميه البحر، السحر ما كانش نافع معاه، فبياخدوا الارنب على مكان بركه ميه نظيفه. ولكن فجاه يا دب يوصلوا هناك الارنب بيترعب بيطلع يستخبى فوق الشجره. بس هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ده انت ما خفتش من الدب هتخاف من الميه مثلا ولا ايه؟ ولكن ده كان في تعبان ضخم وراه، ده مش مكتوب عنه اي معلومات في الكتاب، لا ده باين انه متعطش للدماء. الواد ساعتها بيفهم انه مش هيعرف يعمل حاجه وبيقرر يتجاهله ويمشي. بعدها بيروح عند الدب علشان يصطادها وكان عاوز يقتلها، ولكن اول ما بيوصل بيشوف الصدمه قدامه، بيلاقيهم كلهم مقتولين واشلاهم في كل حته. الله، هو ايه اللي حصل لهم بالظبط؟ وفعلا لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده، ولكن هو مين اللي قتلهم؟ معقوله روز هي اللي عملت كده؟ بس لا، دول مقتولين بطريقه مرعبه جدا، وشكل كده التعبان اللي شافوه امبارح هو اللي قتلهم. الواد بيركز كده وبيشوف الدب الصغير لسه عايش، بيكون متعصب على عيلته اللي ماتت، عمال يصوت وزعلان عليهم جدا. ساتو بيتاثر من حالته، بيقول انا هنتقم من اجل ذلك الدب المسكين. على طول بيطلب من الارنب انه يوصله لمكان التعبان وبعدها يبقى يهرب، وفعلا الارنب بيوافق وبيوصله لبيت التعبان، وبيطلع ان الدب الصغير هناك علشان ينتقم. الواد وقتها بيشجع نفسه وهوب اوعى وشك، احلى سهم بيخترق عينه وبيعميه. التعبان قوي جدا والواد بيواجه صعوبه معاه، بيستهدف عينه التانية ولكن التعبان مش سهل نهائي، بيحاول يوقع ساتو في الفخ بتاعه، بس الواد كان عامل حسابه، معاه سكين خبطوا بيها وجرحه جرح كبير. التعبان طلع سم والواد بيتسمم من جسمه، بس على طول بيستخدم سحر الشفاء عليه وبيشفي نفسه. بيهجم على التعبان من تاني بيحاول ينهيه، بس التعبان بيفادي هجمته وكان هيقتله بطرف ديله، ولكن الدب الصغير بيتصداله. ساتو على طول بيجمع قوته من تاني بيهجم عليه بكل عصبيه وبوم طريق السلامه انت، وفعلا قدر عليه. ولكن في الوقت ده قوته السحريه خلصت وساتو ما عادش قادر يعالج نفسه، بيقعد شويه يستريح وفجاه التعبان بيصحى تاني. الواد كان مستسلم، بيلوم روز على كل اللي بيحصل له، بيقول هي كانت السبب في كل دوت، لولا ان هي حدفتني هنا ما كانش زمان كل ده حصل لي. ولكن فجاه روز بتنزل له من السما بتقول له في ايه مالك؟ بس ريح ظهرك ورا وخلاص انا جيت للمكان. على طول بتهجم على التعبان بكل قوتها وبوم طريق السلامه انت، خلصت على التعبان في ثواني. ايه القوه الجباره دي كلها يا ست روز؟ ولكن ساتو اول ما بيشوف اللي حصل بيكون مستغرب، بيقول لها عرفت منين ان في خطر وكمان عرفت مكاني منين؟ البنت وقتها بتوضح له، قالت له فاكر الارنب اللي كان معاك ده الحيوان الاليف بتاعي، انا بعته علشان يراقبك والتعبان ده قوته تعادل قوه جيش كامل، وانت كده يا صاحبي نجحت في الاختبار علشان قدرت توقفه لحد هنا. الواد طبعا بيتضايق لانها كده كانت بتبعته الموت برجليه، قالت له ما تزعلش الحوار بسيط يا صاحبي. المهم بعدها ساتو بيخلي الدب ده حيوانه الاليف وبياخده وبيطلعه فوق الجبل، بتقول له روز خلي بالك علشان انت معايا في الحرب الجايه، الشياطين مش هتصبر علينا اكتر من كده. الواد قال لها ماشي وبعدين بيمشوا. وفي مكان تاني بقى بنشوف ايميليا كانت بتتكلم مع ملك الشياطين وبتقول له ان الهجمه اللي فاتت ما كانتش كافيه وان الظاهر كده ان البشر عندهم ناس قويه جدا، ولكن الطبيب بتاعهم بيقول لها ان الحيوان اللي هي طلبته جاهز حالا، واللي بيطلع تعبان هو كمان، ومش اي تعبان لا ده نفس التعبان اللي هاجم ساتو قبل كده، بس الفرق المره دي ان كميه السم اتضاعفت فيه اضعاف مضاعفه، وبيقول لها انهم كده هيكسبوا الحرب من غير ما يخسروا مجند واحد. ولكن يا ترى ايه اللي هيحصل بالظبط؟ المهم بقى من ناحيه تانية ساتو كان عمال ياكل الدب بتاعه وبيسميه بلو. بعدها بتيجي روز وبتقول له معنا ان الدب ده هنا فانا كده لازم اشغله معانا. تشغلي مين؟ ده دب مش هيفيدنا في اي حاجه. بتقول له انا مش هشغله بالظبط، لا ده انا هشغلك انت، يلا شيل الدب حالا ودلوقتي واجري بيه. تخيل نفسك في ساحه المعركه وزمايلك اتصابوا وانت لازم تساعدهم، فانت كده لازم تتدرب وتكون سريع علشان تقدر تنجو وتحافظ على حياتك. الواد بيكون مش عاجبه الكلام، ولكن الكلام مش بمزاجك يا صاحبي، يلا ابدا تدريبك حالا ودلوقتي. وفعلا الواد بيبدا تدريبه، روز بتحط له جنود في طريقه علشان يمثلوا العقبات اللي ممكن تواجهه. بيعدي الوقت وبيفضل يجري لمده 4 ساعات متواصله بلا كلل ولا ملل، والواد فعلا بيتجلد، بيتعب جامد وبيقع على الارض وما عادش قادر يتحرك. بعدها بيقعد يستراح شويه وبيكلم روز، وبعدها بياخد الدب بتاعه وبينزل يستكشف المدينه، وهناك الناس كلها بتبدا تبص له باستغراب، اللي هو ازاي يعني عيل شايل دب وماشي بيه كده عادي وسط الناس، مجنون ده ولا ايه حكايته؟ المهم فعلا بيعدي الوقت سريعا، وبعدها ساتو بيروح مع روز علشان
علشان يعالج الابطال لو اتصابوا باي جروح اثناء تدريباتهم المكثفه، وده طبعا استعدادا للمعركه الجايه. وفي وقتها بيتقابلوا مع اينوكيا واتنين كمان وبينطلقوا لمكان التدريبات، ولكن فجاه بيحس انه في حد جاي عليهم بسرعه البرق. ده بيطلعوا قطاع طرق وناويين يقتلوهم، ولكن على مين؟ دول معاهم اينوكيا بنت التنانين. لسه العيال هتهجم، ولكن اينوكيا بتستخدم قدره البرق وبوم طريق السلامه. انت لسه ما بيلحقوش ياخدوا نفسهم بيلاقوا مئات بل الاف من الخنازير البريه بتهجم عليهم. الدب الصغير بيحاول ينقذهم، ولكن للاسف ضربه بتيجي في ساتو بالطياره هو واينوكيا بعيد جدا، بيقعوا في البحر ده والواد بيغمى عليه. اينوكيا بتحاول تفوقه، فعلا بعد شويه بيفوق. بيكونوا بعيد جدا عن المنطقه اللي كانوا فيها. بيقول لها احنا مش نعرف نرجع دلوقتي، الدنيا خلاص ليلت، فلازم ندور على مكان نبات فيه دلوقتي. فعلا بيلاقوا الكهف ده كده امنا مكان النوم، فاضل بقى الاكل اللي هناكله. البنت بتقول له سيب الموضوع ده عليا وما تقلقش. على طول بتروح تكهرب الميه وبتصطاد السمك اللي فيها، بتولع بعدها نار بيشووا السمك وبيقعدوا ياكلوا. لا جامده جامده مفيش كلام. والظاهر كده ان علاقتهم بدات تتطور. المهم بعدها بيعدي الوقت، واثناء ما كانوا قاعدين بتيجي عليهم قرود شكلها حلو كده، ولكن المظاهر دايما خداعه يا صديقي. القرود الكود دي طلعت سامه، والبنت اول ما بتمسك واحد فيهم بيعضها بتتسمم وبيغمى عليها في ثواني معدوده. ساتو بيقلق عليها جدا وعلى طول بيبعد القرود وبيعالجها، والبنت فعلا بتفوق وبيخلص اليوم على كده. العيال بقى كانوا راجعين للقصر الملكي، ولكن في الطريق بيقابلوا بلو وبيعدوا على نفس المكان اللي اتقتلت فيه عيله الدب دوت. وفعلا يا دوب بيشوف المكان اللي عيلته اتقتلت فيه بيبان عليه الزعل كده، وكان في قمه الحزن وقتها، شكله كده مفتقدهم جامد. المهم ما علينا يعني. المهم بعدها الملك بيطلب روز وبيتكلم معاها وبيطلب منها ترجع لقياده الجيش مره تانية، بس البنت بترفض. بتقول له من ساعه اخر هجوم للشياطين علينا واللي حصل فيه، ساعه لما جميع جنودي ماتوا في المعركه وانا فضلت عاجز عن انقاذهم، انا ما استحقش قياده الجيوش من تاني خلاص، اتمنى انك تشوف حد تاني مكاني. الملك بيحاول يخفف عنها وبيقول لها انسي الموضوع وخلاص، وكده كده هي مش غلطتك وما كناش هنقدر عليهم. قالت له حتى لو نسيت فالندبه دي هتفكرني بيهم كل شويه، الندبه دي هتفضل تحسسني بعجز وضعف علشان ما قدرتش احميهم، بس المره دي يا جلاله الملك اضمن لك انها هتكون مختلفه عن اي مره، وده لان احنا معانا ابطال تانية. انا ضربت الواد ساتو بنفسي، انا متاكده انه هيعرف يعالج اي حد هيتصاب في المعركه. الواد ده عنده قدرات مختلفه عن اي حد في المدينه، واستنى بس وشوف بنفسك اللي هيحصل. الملك بيفرح من كلامها وبيقول لها تمام، انا هفضل واثق في كلامك دايما، وبيخلص الكلام بينهم على كده. المهم بقى من ناحيه تانية، الشياطين كانوا بيجهزوا نفسهم وبيعدوا العده لملاقاه جيوش العدو. كان معاهم بقى الفارس ده والملقب بالفارس الاسود، اقوى شخص بعد الملك على طول، الفارس الاسطوري اللي بيمتلك قوى الظلام اللامتناهيه. وفي عز ما بيكون بيتكلم مع ايميليا في موضوع مهم، جذع شجر عملاق بينزل من السماء بيكسر الجسر اللي كانوا بيعملوه. ايميليا مش فاهمه الجذع ده جه ازاي، بس انت اكيد عارف مين اللي حدفه. ايوه دي روز يا باشا، بتضحك عليهم باستهزاء كده وبعدين بتطلع تجري. المهم من جانب تاني بقى، ساتو كان في المدينه بيوصل احدى الرسائل اللي روز طلبت منه يوصلها. بيوصل على المكان اللي قالت له عليه وبيكون عياده لاحدى الدكاتره. بيقابل اخت الدكتور الصغيره واللي على طول اول ما بتشوفه بتعرف انه فرد من فريق الانقاذ. بيعرفها باسمه انه تلميذ روز، والبنت دي برضه بتعرفها عن نفسها وبالمناسبه اسمها فلورا. بيطلب منها انه يقابل اخوها الكبير علشان يسلمه الجواب، فبتقول له انه مشغول حاليا في علاج احد المرضى، اقعد بس دلوقتي وهندخل له كمان شويه. وفعلا الدكتور كان مركز في علاج الطفل الصغير دوت. ساتو بيركز معاه وبينبهر جامد اول ما بيشوف قدرته العلاجيه. الدكتور ده مذهل بشكل مش طبيعي، ده عالج الواد في ثواني معدوده. الدكتور وقتها بيلاحظ ان ساتو وفلورا بيراقبوا من الباب، فبيروح يتكلم معاهم. ساتو بيديله الرساله اللي روز بعتتها له، وعلى طول بيفتحها وبيقرا اللي فيها. بيتصدم صدمه ما كانش متوقعها، على طول بيقفل الرساله علشان ما حدش ياخد باله. وفجاه بيدخل عليهم شخص غريب كده بيقول لهم ان في 3 حالات جرح لازم يتعالجوا حالا ودلوقتي. الدكتور بيقول له تمام يا عم، وبيتجهوا هم ال3 لمكان الحادثه بسرعه، كل واحد فيهم بيتكفل بمريض من ال3. وساتو كان متوتر جامد، دي اول مره يعالج حد فيها غير اينوكيا وريو. الدكتور ساعتها بيديله التعليمات علشان يثق بنفسه، وفعلا الواد بيتشجع. على طول بيستخدم تعويذته العلاجيه في علاج الشخص ده، وفعلا بتنجح. بيعالج الراجل ده بكل سهوله. ايوه يا عم كده هو ده الكلام ولا بلاش. المهم بعدها بيعدي الوقت وبيودع ساتو الدكتور واخته، وبعدها بيمشي. ويا دوب بيمشوا من هنا، الدكتور بيقول لاخته على محتوى الرساله اللي قراها، والبنت كمان اول ما بتعرف بتتصدم جامد. فيا ترى ايه محتوى الرساله ديت؟ هي مهمه جدا للدرجات ولا ايه؟ وفي الوقت اللي كان فيه ورده بيقول لفلورا على محتوى الرساله، ساتو كان بيشتري فواكه من الجده العجوزه ديت. بتجيله بعدها حفيدتها الصغيره بتقول لساتو ان هو الوحيد اللي يقدر يتصرف في الموضوع ده. بتقول له انت الوحيد اللي هتقدر شوف ايه بالظبط. الواد على طول بيبص في عينيها، وهنا كانت الصدمه. الواد بيشوف المستقبل بأم عينيه، بيشوف ان الحرب انتهت وكل اصدقائه ماتوا قدام عينيه. اللي عمل كده هو شخص واحد بس، ايوه الفارس الاسود
الواد وقتها اتصدم صدمة لم تكن في الحسبان. البنت بتقول له انا خلصت رسالتي، دورك انت بقى يا معلم، شوف هتعمل ايه بالمعلومات اللي معاك ديت. وبعدين سابته ومشت. الواد ما كانش مستوعب اللي شافه، وساته اصبح متناقض مع نفسه، بيقول لنفسه على طنش الكلام اللي سمعته ده، او اتصرف ازاي دلوقتي؟ طب هل اعرف روز واخليها تاخد احتياطاتها؟ انا مش عارف هعمل ايه دلوقتي. على طول بيجري ورا البنت علشان يستفسر منها اكتر على اللي قالته، بس للاسف ما بيلحقهاش. البنت فعلا كانت اختفت من قدامه وواقفه تراقبه، بتقول انه الامل الوحيد لنجاة البشريه بالكامل، احنا كلنا واثقين فيك يا صاحبي. وبعدين ساتو بيقابل القائد وبيمشي معاها وبيسالها عن جنس البنت اللي شافها من شويه. قالت له دول اسمهم انصاف البشر، ودول نادرين جدا وعندهم قدرات استثنائيه، قدرات خاصه بتمكنهم من رؤيه المستقبل بكل تفاصيله. فعلى طول بيسالها عن المكان اللي ممكن يلاقيهم فيه. قالت له انصاف البشر دول عايشين في عالم تاني، عالم مختلف تماما عن عالمنا، والحاله الوحيده اللي ممكن تقابلهم فيها انهم يجوا للعالم بتاعنا، ومش هيجوا طبعا غير لما يكون الوضع مأساوي لأبعد درجه. الواد وقتها قلق جامد من الكلام اللي سمعه، وروز قالت له روح انت على البيت دلوقتي وانا هعمل كام حاجه الاول وبعدين هجي لك تاني. وفعلا بتسيبه وبتروح عند الملك وبتعرفه باللي عملته، وان ده عصب الشياطين جامد، ده اللي هيخليهم قريب قوي يهجموا علينا. الملك بيشكر على المعلومات القيمه دي وبيطلب من جنودها استدعاء السحرة الابطال اينوكيا وريو. وفعلا بيوصلوا للمكان، بيتكلموا مع الملك كده، بيعرفهم باخر المعلومات اللي وصلوا لها، وبيفضل يعرفهم التكتيكات ويديلهم نصايح للملحمه اللي هتحصل. اما ساتو كان قاعد مع نفسه كده محتار، مش عارف هيعمل ايه دلوقتي. هل ممكن كلام البت دي يكون حقيقي؟ ولو طلع فعلا كلامها حقيقي هل ده معناه ان اقدر امنعه بنفسي؟ طب ازاي؟ ده انا حتى معالج على الله حكايته، واشمعنى البنت دي قالت لي انا بالذات وما قالتش للابطال نفسهم؟ هل ممكن يكون عندي قدرات ما اعرفش عنها حاجه؟ افكار واحتمالات كتير بتدور في عقله، والواد مش عارف هيعمل ايه دلوقتي. بيجي عليه ريو وبيقول لنا النهارده كنت عند الملك، عرفنا ان الحرب خلاص هتبدا، بس انا خايف جدا، حاسس بخوف مش طبيعي، انا حاسس ان عاجز قدام الضغوطات اللي عليا، حاسس ان ممكن في يوم اخسر اعز حاجه بملكها دلوقتي وهم اصحابي. بيقول لهم مهما كلفني الموضوع انا برضه هحميكم يا اصدقائي. الله عليك يا عم ريو، هم دول الصحاب ولا بلاش؟ اينوكيا هي كمان كانت سامعاهم وبتسرع عليه وبتتكلم مع ساتو شويه، بتعرفوا ان هي كمان خايفه من الحرب ديت ومش عارفه هل هتقدر تقاتل بنفس الحماس اللي كان عندها اول لما جت العالم ده ولا لا. الواد بيطمنها وبيقول لها انها قويه والشياطين هم اللي المفروض يخافوا منها. بيفضلوا يهدوا في بعض يمين شمال والوضع فعلا متوتر. اليوم بيخلص على كده، وتاني يوم الملك بيجمع الكل، بيبدا يخطب فيهم، بيتكلم وبيقول من سنتين بالظبط اتواجهنا مع الشياطين وهزمناهم، بس المره دي تختلف عن كل مره. المره دي احنا معانا 2 من الابطال، احنا اقوى بمراحل من المره اللي فاتت، فكيف نكون الاقوى؟ وارى ملامح الخوف عليكم يا جنودي، قاتلوا اغضبوا اثأروا يا جنودي، لا تسمحوا للعدو ان يهينكم مهما كانت قوته. الجنود كلها بتتحفز بالكلام ده وبتهتف بأعلى صوت. الله عليك يا عم الملك والله. من ناحيه تانية كان فريق الانقاذ هم كمان جهزوا نفسهم، اعدوا العده واتجمعوا في مكان واحد. المهم خطه المعركه وكيفيه تمركز المحاربين تتمحور كالاتي: الجنود المقاتلين في الخطوط الاماميه، اما المعالجين اللي من ضمنهم ساتو والبت فلورا فهيكونوا في مؤخره التشكيله، وده علشان يسهل عليهم التحرك بحريه لو حد اتصاب من الجنود ولا حاجه. قياده الجيوش هيرقصها الابطال اينوكيا وريو، كله يلتزم بالتعليمات. ساتو بقى بيمشي وبيقول لنفسه انا خلاص اتخذت القرار، انا هغير القدر، هغير المستقبل اللي شفته، انا جيت هنا انا وريو اينوكيا، يبقى احنا الثلاثه هنرجع سوا، مش هسيب حد فيهم يحصل له حاجه. ساتو بيسال عن شكل الشياطين، فبتقول له انهم شكل البشر عادي ولكن عندهم قرون في دماغهم، قوتهم اكبر من البشر بمراحل كتيره، كلهم كوم والقاده بتوعهم كوم تاني، القاده بتوعهم في مستوى تاني من القوه، باختصار طاقتهم مرعبه. بتساله روز اذا كان خايف من المعركه، فبيقول لها انا مش خايف او يعني، ده انا بالعكس متحمس جدا علشان احمي صحابي، انا هبذل قصارى جهدي علشان ما حدش يحصل له حاجه. روز وقتها بتتحمس من كلامه وبتسترجع ذكرياتها وبتقول له قبل سنتين كنت لسه جميله، وكنا وقتها عارفين ان الشياطين بتجهز لحاجه ولكن ما كناش عارفين هي بتجهز ليه بالظبط، او هو ايه توقيت الهجوم اللي هيهجموا علينا فيه. ما ركزناش في الموضوع قوي، ودي هي مساعدتي، سمعتني وانا بتكلم مع الملك فعلشان كده ضربتها لاني كنت فاكراها بتتنصت عليا. ويومها بالليل طلعنا انا والتيم بتاعي في الظلام الدامس على امل اننا لا يوقر الشياطين او اي حاجه، بس للاسف اول يوم خلص ولكن بدون اي فايده، للاسف ما شفناش اي حاجه. طلبت من فريق ساعتها انهم يناموا علشان نقدر نكمل المسيره بكره، والصباح رباح يا معلم. وفعلا في اليوم التاني بقى كملنا بحث ولقينا اثار مخالب حيوان، وفي وقتها اتاكدنا ان دي منطقه تابعه للشياطين. طبعا ما همناش اي حاجه وكملنا في اللي احنا بنعمله، وفي وقتها شفنا الشياطين وازاي كانوا بيصطادوا الخنازير بوحشيه جدا. ولسوء حظنا الشيطان شافنا، فضل يقول كلام كده علشان يخوفنا بيه، وانا طبعا كنت قويه وشايفه نفسي على اي حد، فعشان كده وقفت في وشه وقلت انا احمل
الكل. جريت وراه، هو كان سريع جدا، هجم عليا بقدرة الرياح ولكن اتفاديتها بسهولة، ولكن ما بلحقش اتفاداها. من هنا بلاقي نفسي اتحصرت باثار مليان سكاكين حادة. من هنا الشيطان بيقول لها مستحيل تطلعي من الهجمة دي على قيد الحياة، بس اخرك فاضي يالا. البنت بتطلع بكل سهولة ولا كأن حاجة حصلت لها. الشيطان ما كانش مصدق اللي شافه، بس دي روزي يا باشا. ولكن الشيطان وقتها بيتعصب وبيطلع سيف جبار، قدراته دمار، تأثيره بيعمل انبهار. الاتنين متحمسين على الاخر، بيجروا على بعض، والبنت بتلاحظ ان السيف اللي معاه ملعون، بتبدأ تبعد عنه، بتهجم عليها كمان وبتوقعه على الارض وبتجرحه في وشه، ولكنه بيقوم من تاني. واول ما بيقوم بيأمر جنوده يقتلوا اي حد قدامهم، وفعلا بدأوا قتلوا جميع الجنود. روزي اترعبت، اتوترت جامد، صحابها كلها ماتوا قدام عينيها، هجمت عليه بكل قوتها ولكن بدون اي فايده. كل هجماتها مكشوفه ومش عارفه تعمل اي حاجه، بتتصفي عينيها وللاسف ما بتقدرش تعالج نفسها لان السيف ده ملعون. بتروح عليه تاني بكل غضب ولكنه بيعورها في رجلها، كان خلاص هيقتلها. ولكن انت متخيل ان ده هيحصل؟ لا والله، المساعده بتاعتها بتضحي بحياتها علشانها، بتحط نفسها قدامها، بتاخد الضربه مكانها وبتموت قدام عينيها. روز مسكتها وفضلت تعتذر منها، مش مصدقه ان كل ده حصل بسبب تهورها. الشيطان بيقول لها كنت مستمتع بقتلك لأبعد الحدود، ولكن انت شكلك ضعيفة أوي كده، الوقت هي ساعة النهاية. ولكن فجأة البنت اتعصبت جامد، مسكت سيف وبدأت تضربه بيه، حدفته لفوق، نزلت في ضرب بكل عصبية يمين شمال، والبنت مش رحمة. واخيرا طارق السلامنتا بترخي السيف في قلبه وبتقضي عليه، كانت خلاص جابت اخرها من كتر اللي شافته. على طول اول ما بتخلص هنا بترجع للملك وطلبت منه يشيل الفروسية منها. بتقول انا ما استحقش اكون قائد للجيش بعد اللي عملته دوت، انا بتخلى عن كل الرتب اللي انا بملكها. وبعدها سابته ومشت، وكانت في قمة الحزن وقتها. راحت على البيت بتاعها وفضلت اكتر من شهر ما بتكلمش حد ولا حد بيكلمها. الحزن صديقها والكآبة حبيبها. ولكن بعد فترة واحد من اصدقائها بيروح يطمن عليها، بيطلب منها ترجع لقيادة الجيوش من تاني، ولكنها بترفض بكل عصبية. قعدت لوحدها من تاني بتلوم نفسها على كل اللي حصل. وساعتها بيجي لها طيف جنودها اللي ماتوا، بيقولوا لها انت مش غلطانة، احنا مسامحين ومش زعلانين علشان ضحينا بحياتنا علشانك، ولكن انت طالما عايشة فلازم تنتقم علشاننا. يلا سيبك من الكلام ده وقومي حربي بسرعة. البنت وقتها بتتشجع من تاني وبتقرر ترجع لقيادة الجيوش وتنتقم لموت صحابها من تاني. وفعلا من اليوم ده وهي بتدرب الجيوش على اعلى مستوى. وفعلا فاتت الايام لحد دلوقتي. ساتو كان مستغرب جدا وبيقول لها انت قلت لي انك هتدربي ناس اقوياء، طب انا بعمل ايه معاكم؟ انا ضعيف ومش هقدر افيدكم باي حاجة. ولكن البنت بتقول له لا، انت قوي وجامد جدا يا صاحبي، ولو ما كنتش قوي ما كنتش قدرت تستحمل تدريبات الشقة ديت. بتقول له ركز في تدريباتك بس دلوقتي لحد ما يجي المعركة وننتصر فيها، انا لازم اقتل واحد فيهم مهما كلف الثمن. وشكل كده في حساب قديم لازم تصفيه. ايوه احنا لازم نشهد الانتقام دوت. وفعلا بيخلص اليوم على كده. تاني يوم الصبح ساتو بيصحى والكل نايم وبيفكر في المعركة وقلقان من اللي هيحصل بكرة. جات له اينوكيا وحاولت تضحك معاه، حاولت تفرفشه وتهديه، بس هو كان متوتر وما ردش عليها. دخل عليهم ريو وقال لهم مش كفاية كلام، يلا بينا نقوم نتدرب لان جيش العدو قرب مننا. القادة بيدوا لهم التعليمات والعيال على طول بتنفذها. ريو اينوكيا بيطلعوا على قمة الجبل كده بيراقبوا الشياطين، وفعلا الشياطين جايه من قدامهم والبطلين على طول بيهاجموهم. وهوب هم فين يا معلم؟ كل حاجة اختفت من قدامهم. الشياطين غفلتهم تغفيلة سواد. بيتضح ان الشياطين ولاد اللعيبة كانوا عارفين بخطتهم من الاساس، باستخدام سحر الوهم اقنعوهم انهم جايين من قدامهم وهم اصلا جايين من مكان تاني. الابطال على طول بيقدروا الموقف وبينزلوا علشان يحاربوهم. ساتو بقى كان واقف مع روزو بتدي لهم شويه تعليمات اضافيه. ولكن فجاه بيدخل عليهم 2 مصابين. ساتو بيبدا في علاجهم، واثناء ما كان واحد فيهم بيتعالج بيقول التعبان بيقتل في الكل ومحدش قادر عليه. تعبان؟ معقوله يكون نفس التعبان اللي قتلوه قبل كده؟ بس لا، دي روزا قتلته. بيقول لنفسه دوري في الحرب وان اكون معالج مش اكتر، انا لازم اسيبهم يتولوا المهمه ديت. بيقرر انه يركز في علاج المصابين علشان ما يشتتش نفسه. ننتقل بقى للمعركه. الفارس الاسود ماشي كده مش راضي يهاجم اي حد خالص وكانه بيدور على حد معين. واحد من جنود البشر بتاخده الجلاله وبيشوف نفسه على الاخر، بيحاول انه يغدره ويقتله من ظهره. ولكن ده الفارس الاسود يا حبيبي، ده بعد ما السيف اتغرس فيه بالكامل فضل يضحك ويستهزأ بيهم. هو انتوا بالضعف ده ولا ايه؟ لسه كان الفارس هيقتله بس واحد من فريق الانقاذ بيلحقه. ساعتها الفارس الاسود بيضحك جامد بيقول لهم انتوا مجموعه حثاله، انا بدور على حد معين مش ضعيف زيكم كده، كلكم ضعفة بالنسبه لي، انا بدور على الشخص القوي اللي هيقضي على الملل بتاعي. اوبا، ده باين انه مجنون بحقه حقيقي. روز وساتو اخيرا قرروا الانضمام للمعركه. بتكلم روز عن الفارس الاسود وعن قوته، وفعلا الواد بيفتكر الرؤيا وبيصدق كلامها. كده اتقطع الشك باليقين، الفارس ده اخطر واحد
واحد بينهم لازم يخلصوا منه في اسرع وقت ممكن. الجنود بيتفرقوا، روز بتروح على اليمين وساتو بيتجه على الشمال. بيوصل لساحه المعركه وبيعالج كل المصابين. البطلين بقى كانوا بيدوا تعليمات خاطئه للجنود، وفجاه بيدخل عليهم الفارس الاسود. كان معاه عدد صغير قوي من المحاربين. الجنود البشريه بتصوروا وبيهجموا عليهم بسيفهم، ولكن الفارس ما عندوش اي ردة فعل. الكل طبعا كانوا مستغربين من ده، وبوم عكس الهجمات عليهم. كلهم بيموتوا في ثواني معدوده. ده انتوا شكلكوا هتتجلدوا النهارده. ريو هو كمان بيحاول يهجم بسحر النور، بس اينوكيا بتمنعه. بتقول له اهدى يا عم، معنى انه عكس هجمات الجنود عليهم يبقى كده هيعكس قوتك. ولكن الواد ما بيسمع لهاش، وبوم الهجمه بتترد له من تاني. بيتصاب جامد. ساتو بقى كان جاي علشان يعالجه، بس ساعتها بتراوده نفس الافكار من تاني. الواد بيقاوم وبيحاول يعالج نفسه بس من غير اي فايده. وقع على الارض والشيطان ده كان هيقتله، ولكن في اخر لحظه واحد من الجنود بينقذه. ريو واينوكيا ما كانوش عارفين يعملوا ايه في الورطه ديت. بيفكروا في طريقه لهزيمتهم. الفارس ده عنده كميه برود ورومانتيكا مش طبيعيه. بيقول لهم بتخططوا، طب انا مستنيكم، هاتوا اخركم يلا، اهم حاجه انكم تسلوني شويه. اينوكيا بتقول لريو من خلال قتال الفارس الاسود استنتجت حاجات مرعبه. بتقول له الواد ده علشان يعكس الضربه لازم ينطق كلمه عكس الاول، وكمان لازم يشوف الهجمه اللي متوجهه له. اما لو اتشتت وما شافش الهجمه فمش هيقدر يعكسها. على طول بتحط خطه وبتقول له يلا معايا يا صاحبي. فعلا بداوا في تنفيذها. البنت بسرعتها بتجري على ريو بيحاول يعمل قدره النور بتاعته، وبوم اينوكيا بتهاجمه بالسيف، ولكن كل الضربات بتعكس الا ضربه واحده بس. اكيد هي الضربه اللي ما شافهاش. البنت قالت له ايوه انا فهمت اللعبه خلاص. بتجري عليه باقصى سرعتها وبوم بترزعه في ظهره. الفارس لسانه بيتشل عن الحركه وما عادش قادر يحركه نهائي. معنى كده انه مش قادر ينطق كلمه انعكاس. ايوه دي فرصتك يا ريو. ريو على طول بيتقدم وبيطير عليه ولسه كان هيضربه. بنلاقي اللي بيضحك بعيله وصوته بيقول لهم جرايا شويه بوتات، ده انا كنت بهزر معاكم مش اكتر. هو انتوا صدقتوا الحكايه دي ولا ايه؟ وبوم ريو بياخد ضربه بتخلص عليه. ضربات اينوكيا كمان بتنعكس والبنت بتجيب اخرها. بتقع على الارض وبتندم انها ما قدرتش تحمي اصحابها. الفارس بيروح عليها بيستهزأ بيها. بيقول لهم انا كنت فاكر ان المعركه دي هتكون ممتعه اكتر من كده، بس طلع ما فيش حد فيكم عليه القيمه. بيقول لهم انتوا اضعف اتنين انا واجهتهم لحد النهارده. انا مش عارف انتوا ازاي عينوك ابطال من الاساس. هتافات جيش الشياطين بتعلى والكل فرحان على الاخر. شكلها دي نهايتكم يا صاحبي. الفارس الاسود هو كمان كان هيقتلهم، ولكن بوم في اخر لحظه ساتو بيوصل للمكان وبينده عليه. بيقول له تعالى لي يا عجل، انت فاكر انك هتقتل صحابي وانا موجود ولا ايه؟ انا اللي هجلدك هنا ودلوقتي. ساتو بيتعصب وبيهجم عليه بكل قوته. بوم ضربه لولبيه طارت الفارس لبعيد. والواد وقتها بيستغل اللي حصل ده وبيروح يطمن على زمايله. الحمد لله كانوا لسه عايشين. بيعالجهم بسرعه وفعلا بيستعيدوا نشاطهم. ولكن في الوقت ده الدرع اللي كان على الفارس الاسود بيتكسر. بتطلع منه البنت ديت بتتعصب جامد وشكلها هتقضي عليهم. صحابه بيقولوا لساتو هنعمل ايه دلوقتي؟ قال لهم هي محتاجه ايوه الجري كل الجدعنه. ساتو بيشيل عاله بيجري باسرع ما عنده. الفارس الاسود بيحاول يمنعهم ولكن عم ظمك يالا. ساتو نجح انه ينقلهم لبر الامان وبعدين رجع علشان يهاجمه بنفسه. الفارس قال له انت جيت لي، طب تعالى. بيهجم عليه بكل قوته هجمات كتيره وسريعه وهوب ساتو بيتصدى لمعظمها. بيفادي الباقي. بيهاجم هو كمان وبيكسر جزء تاني من درعه. البنت في الوقت ده انفجرت من الغضب. هاجمت عليه بكل غباء ولكن ساتو بيتصدى لها بكل براعه. اينوكيا شايف كل اللي حصل ومنبهره من قوه ساتو. وفي الوقت ده ريو هو كمان بيفوق. بيشوف ساتو وهو بيقاتل لوحده. ساتو كان صامد قدامهم بكل شهامه، عمال يصد في هجماتهم بكل شجاعه. في هجمه بتخترق ايده بس هو بقوته بيعالج نفسه. بيروح عليه وبيبدا يهاجمه من تاني. ضربات شمال يمين والساتو مش هيحلك يالا. بيفعل اقصى ما لديه من قوه. بيعمل دخان حواليهم وبعدها بيظهر مره تانيه. على طول بيضاعف سحره لأبعد درجه وبيهجم عليه. بوم طياره بعيد من قدامه. البنت ما كانتش فاهمه حاجه نهائي. ساتو بيستغل اللي حصل ده وبيهجم على البنت دي بكل عصبيه، ولكنها فجاه بتظهر حالتها الشيطانيه. بتعمل اثار شديد في المكان وبتطيره لبعيد. السيف بتاع البنت دي بيتضاعف في الحجم. وساتو بعد ما اتاكد ان ريو كويس استعاد ثقته بنفسه من تاني. بيجهز لهجوم جبار ناوي يقلبها دمار. شكل كده الجنون هيبتدي رسميا من دلوقتي. ساتو بيتقدم على البنت بكل شجاعه والفرسه كانت مستنيه بكل غضب. الاتنين بيهجموا على بعض بكل غباء. كل منهم بيصيب التاني. هجمات من كل الاتجاهات وقوتهم فعلا متساويه. كلا يبذل قصارى جهده، كلا يكافح من اجل شعبه. ساتو بيتعصب وبيزود في قوته كمان وكمان. فعلا بينجح في اختراق دفاعها وبيوصل لعندها. بيضربها بكل قوته يمين شمال، ضربات من كل الاتجاهات ومش راحمها نهائي. بيستخدم كل قوته وبيهجم عليها. وبوم طريق السلام انت. ايوه ساتو خلص عليها بكل شجاعه. الشياطين لما بيشوف ان الفارس الاقوى اتهزم بينسحبوا وبيجروا من ارض المعركه بسرعه. ايوه اعرفوا حدودكم يا شويه جبنه. ساتو بعدها بيروح يعالج المصابين والكل بيشكره على اللي هو عمله
دلوقتي. في نفس الوقت ده كان الابطال عايزين يخلصوا على التعبان الكبير اللي مهدد امن الجنود. ساتو مازال عاوز يكمل معاهم في القتال، بس روز بتجيبه من قفاه، بتقول له عرفني كده انت عملت كل ده ازاي؟ سيب الابطال هم اللي هيقتلوا التعبان دوت. الواد بيفهم الكلام وبيودعهم، وبعدها بيروح مع روز في الاراضي الملعونه. كان خبر هزيمه الفارس الاسود واتخاذه كاسير حرب تسلل لمسمع الشياطين. ايميليا ما كانتش مصدقه اللي سمعاه، ده اقوى حد في الجنود بتوعنا. بتسالهم لو روز هي اللي كانت عملت كده، فبيقولوا لها لا، ده ولد عنده قدرات شفائيه اعلى من روز بكتير، وشكل قوته لا نهائيه. البنت بتسترعب اول ما بتسمع الخبر ده، وبتقرر تسحب جنودها علشان ما يحصلهاش اي خسائر. ايوه كده عرف انت بتواجهي مين. من ناحيه تانية الشياطين دول ما بيزهقوش ابدا ولسه واخدين على دماغهم. المهم بقى من ناحيه تانية الابطال بيهزموا التعبان، وروز بتشكر ساتو وبتحيي على مجهوده العظيم اللي بذلها في المعركه. الواد وقتها بيعيط وبيقول انا كنت فاكر ان ماليش اي لازمه بسببك وتعليماتك اللي انت وجهتها لي، وخصوصا الجمله اللي قلتيها قبل كده، بقيت بطل والكل اعترف بيا. فاكر لما قلت لي كنت قائدا فالتاريخ لا يذكر الجنود؟ الجمله ديت هي اللي غيرت حياتي. بيفضل يعيط شويه وبعدها بيغمى عليه من كتر التعب. بينقلوا لي البيت، وتاني يوم الصبح الملك بيكافئ الابطال واخيرا بيعترف بساتو كبطل هو كمان. الواد وقتها بيضحك وروز بتضربه وبتقول له احترم نفسك شويه، انت قدام ملك الدوله. بعدها بيرجع لبلو وبيقول له انت طبعا بقالك كتير ما اتحركتش من مكانك ده، عمال تاكل بس لحد ما دورت وبقيت زي البطيخه في نفسك كده، انا لازم اجريك شويه. وكان الواد في قمه السعاده، ولكن وقتها واحد من اتباع روز بيجي له وبيقول له الملك عاوزك دلوقتي. فعلا الواد بيروح اثناء ما هو ماشي في الطريق لقى الناس كلها جايه عليه عايزين يشكروا باي طريقه للي عملوا معاهم، ده كمان بيطلعوا هدايا علشان يديها له مقابل انقاذهم. بس الواد على طول بيخلع منهم وبيوصل للمملكه. فعلا بيقابل الملك بيقول له انا عايزك تستجوب الفرس اللي قبضنا عليها وتعرف لنا كل معلومات الشياطين منها، انا حاسس ان شكلها كده كانت مجبوره على اللي هي بتعمله ده. والواد قال له طب طالما هي بتقول لكم على المعلومات كده انتوا محتاجيني في ايه يعني؟ قال له صحيح انها بتقول على المعلومات بكل سهوله، بس لحد دلوقتي ما استفدناش باي معلومه منها، وكمان ما تخافش يا عم ده البنت دي طلبت تشوفك بنفسها. الواد بيقول له تمام، وفعلا بيروح هو واينوكيا على طول بينزل لعندها، والبنت بتقول له كنت عاوز اشوفك، كنت عايز اشوف الشخص اللي هزمني. بيقول لها انا عارف انك بتتألمي وبتعاني من اعماق قلبك، فخليني اساعدك واعرف كنت بتعملي كل ده ليه. البنت بتكون رافضه تتكلم في الاول، بس ساتو بيمسك ايديها بيلغي الدرع بتاعها وبيعالج جروحها، والبنت بترجع لطبيعتها من تاني. ما كانتش راضيه تتكلم برضه، وبعدها بيجيب روز وبيدخل عليها بتقول لها انت قدام خيارتين لازم تاخدي الخيار اللي تعجبك. اول خياره انك تكوني اسيره وتفضلي في الزنزانه على طول لحد ما تموتي، اما تاني خياره انك تكوني تابعه ليا وتقسمي بالولاء للجيوش البشريه، وطبعا ليك حريه الاختيار. البنت فعلا بتختار الاختيار الثاني، وبعدها روز بتاخدها للبيت وبتقول لها انها تتدرب مع ساتو كل يوم. قال حريه الاختيار قال. بعدها بتعرف روز ساتو انه هيطلع في مهمه استكشافيه مع الجيش النهارده، وفي طريقه هيعدي على باقي الممالك وهيخليهم يستعدوا للقتال القادم. الواد قال لها تمام وبعدين بيمشي، ولكن في طريقه بيقابل اينوكيا اللي اتضح انها جايه معاه بالصدفه، ويا محاسن الصدف والله. ولكن في الطريق بيقابل برضه البنت الصغيره اللي وريت له المستقبل قبل كده، قالت له عايزك ترد لي الجميل اللي انا عملته معاك. الواد طبعا بيفرح اول ما بيشوفها، وقال لها اطلبي يا ست البنات، انت اللي انقذتي العالم مش انا، ده لو عاوزتي نجمه من السما هجيبها لك. قالت له لا انا مش عاوزه نجمه ولا حاجه، انا بس والدتي مريضه ومحتاجه تتعالج في اسرع وقت، انا عاوزاك تيجي تعالجها بقدراتك. الواد بيقول لها تمام بس عندي شرط، انا عاوز اعرف اكتر عن العالم بتاعكم. البنت فعلا بدات تحكي له عن عالم الوحوش، وبتقول له شكلك كده لازم تيجي معايا اخدك لفه. الواد وقتها بيفرح وبيقول لها تمام. ومن هنا بيخلص الموسم الاول من الانمي بتاعنا، فلو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، وتوصل لنا الفيديو ده اكتر من 20,000 لايك عشان نستمر في تنزيل الحلقات. وبس كده يا عم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الله.